الحمد لله. معك الموضوع. غطوا عليه. كتيبة الأمير القصير تقوم بالهجوم على حاجز الغيضة، إحدى الحواجز الأسدية. نسأل الله أن يأذن لنا بتحريره من عصابات الأسد. الله أكبر، الله أكبر. كتيبة مغاوير القصير تقوم بالهجوم على إحدى الحواجز الأسدية المتمركزة في مدينة، ردا على المجازر التي ارتكبها النظام في قرية جسر الحدودية وقرية النزارية وقرية الزراعة. ليك ماشي على مهلك، توكل على الله. وين اللاسلكي؟ ما بسمع غير صوتك. الله اكبر. صاب الله اكبر. ضرب. الله اكبر. الدبابي. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. عم تدخل الدبابي. الله اكبر. شعلة الدبابي. الله اكبر. الله اكبر. شوفوا الدبابي كيف عم تشعل. الجيش السوري الحار كتيبة مغاوير القصير. الله اكبر. الله اكبر. يلا يا سيف جهز حالك يا هدار. اجتكم الدبابه. يلا يا شباب قصيفه تايب. اجتك شعلي. يلا دمرها على السوا. يلا. الله اكبر. يلا. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله شالت يا شباب. شالت الدبابه. الله اكبر. شالت. الله اكبر. كتيبة مغاوير القصير تدمر دبابه. الله اكبر. دبابه ماشي وسابي واحد وراها. بي ام بي شحط وراها دبابه 82. دبابه شحط 72 كلهم بي ام بي سحب 72. بي ام بي سحب 72 يا شباب. قطعت الغيضه. قطعت الغيضه يا شباب. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. مدينه القصير. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. كتيبة المغاوير تقوم بالتصدي. الله اكبر. نقطة واحدة. نقطة واحد. من النقطة نقطة واحد. جاهز حاجة. نقطة واحد. ابو عمر الدف. يلا يا اخوي. جاهز حاجة. نقطة واحد. مدينة القصير رميت. هي ضربة. هي البي ام بي رميت عليه. يلا مو مشكلة. بروح سريع بلا. يا زلمه رميت عليه. هاي الدبابة ليك اللي عند المزرعة. دبابة 72 طلعت من الغيطة باتجاه خالد واو. مدينة القصير. افتح يا ابو دوشكا. افتح يا ابو دوشكا.
جاي يا ابو دكر جاي يا ابو دكر الله رماها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. تكبير. الله اكبر. مدينة القصير كتيبة المغاوير. الله اكبر الله اكبر. ايه الحمد لله الحمد لله. هلا بالشباب هلا بالشباب هلا هلا بالغلط طمنونا شوف قالوا لنا الله اكبر. الشركة خاصة الله اكبر. لمعت هيك الحمد لله رب العالمين. دبابي مال قذيفي ما وصل كان الحمد لله رب العالمين. شو بقى ايدك متصوب؟ سلام هداك لواء احرار العاصي سلام حامد عامر وحاجز نادر عيوش. المغابير استلمت الغيضة، الفاروق استلمت السويد والصايد. فنحن ساعة اللي بنعطي الامر ال 14 ونص انه نحن بدنا نقتحم مع قبيلنا مباشرة وجها لوجه. لذلك ما فينا نقتحم لحتى يوقف ال 14 ونص عن الرمي. ساعتها بنعطي امر للسفاح، يا سفاح نحن بدنا نقترب نقتحم وقف الرمي. بيكون المجموعة الثانية مع قبيلنا بالاقتحام صارت مع قبيلنا بالضبط. ونفوت سوا باذن الله تعالى. حاجز الغيضة قذيفة أربجية معدات الصنع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر والله الحمد. استطاع أبطال كتيبة المغاوير من تحرير الحاجز الخامس في مدينة القصير حاجز الغيضة بفضل الله عز وجل بعد حصار وقتال دام أكثر من 20 يوم. استطاع الأبطال في الساعة 3 فجرا من اقتحام هذا الحاجز. هؤلاء الأبطال لا ينامون أبدا لا في الليل ولا في النهار. معنا الآن قائد كتيبة المغاوير القائد أبو محمد العتر. قائد أبو محمد، كيف استطعتم تحرير هذا الحاجز بعد المعارك العنيفة والحصار الذي دام أكثر من 20 يوم؟ الحمد لله رب العالمين وفضل من الله عز وجل ومني. بعد حصار 21 يوم متوالي ليلا ونهارا استطعنا من تحرير هذا الحاجز بفضل الله عز وجل وفضل هؤلاء الأبطال من كتيبة المغاوير وبمساندة بعض الكتائب الأخرى. واستطعنا الدخول إلى هذا الحاجز واقتحامه بدءا من الساعة 12 بالليل إلى الساعة 3 صباحا. والآن نحن ضمن الحاجز. نحن في هذا الحاجز الآن بعد تحريره، وقمنا بنشر بعض عناصرنا لمنع عودة جنود الأسد إلى هذا الحاجز. والآن نحن في هذا الحاجز تماما تحت حاجز الغيضة بعد تحريره والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. محمد، ما هو مصير عناصر الأسد الذين كانوا متمركزين في هذا الحاجز؟ أخي استطعنا من قتل العديد من عناصر الأسد، قتلنا منهم حوالي 20 عنصر، وبدأت جنود الأسد بمحاولة سحب هذه الجثث. استطاعت سحب بعض الجثث وبعض الجرحى وما زال البعض الآخر هنا حول الحاجز، وسنريكم إياهم بإذن الله تعالى. بإذن الله. خلال تجولنا في هذا الحاجز بعد تحريره وجدنا الكثير من ممتلكات المواطنين. هذه إحدى الجرافات التي سيطرت عليها كتائب الأسد وهي من ممتلكات المواطنين. على ما يبدو هناك الكثير من ممتلكات المواطنين موجودة الآن في هذه الحاجز. قائد أبو محمد، هل وجدتم بعض ممتلكات المواطنين في هذا الحاجز؟ أخي وجدنا الكثير من ممتلكات المواطنين مثل هذا التراكس، وجدنا سيارة إسعاف المشفى الوطني التي صادرتها جنود الأسد. هذه إحدى السيارات التي قامت كتائب الأسد بسرقتها. هذه سيارة إسعاف كانت للمشفى الوطني، قامت كتائب الأسد بسرقتها وجعلها يعني مكانا للشبيحة يقتلون بها المدنيين. هذه سيارة الإسعاف التي كانت من نصيب المواطنين أصبحت الآن مكانا لقتل المدنيين بعد أن استولى عليها عناصر الشبيحة. لكنها بفضل الله عز وجل ثم بهمة الأبطال عادت إلى الشعب، عادت إلى أهلها بفضل الله. انظر إلى الدشم. هذه دشم ومتاريس انظر إلى الدشم. كانت تتمترس بها كتائب الأسد. هذه المتاريس لم تغني أبدا عن كتائب الأسد شيء أمام ضربات أبطالنا الثوار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر والعزة لله. الله أكبر
علم الثورة السورية يرفع من جديد فوق ثكنات وحواجز بشار الأسد، ونعده بأننا بإذن الله سوف نقوم برفعه فوق كل حواجز سوريا بإذن الله.